السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفضلا وليس أمرا لا تنسوا أمي وبنت أختي بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وجميع موتى المسلمين. وكل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة حلول شهر رمضان. وصفة النهاردة حلوة قوي، هي بصراحة بتبقى جميلة جدا في سحور رمضان، وهو الكماج الفلاحي أو البكاكين. يعني هو بصراحة ليه كذا اسم، بس هو معروف عندنا يعني في البلد اللي انتبه عليها باسم الكماج. تمام. تعالوا بينا نشوف الطريقة مع بعض علشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو. اول حاجة هنسمي الله. عندي بولة صغيرة زي دي، هنزل فيها بكوباية من المية الدافية. بسم الله. طبعا تفضل تكون دافية عشان احنا في فصل الشتاء، عشان تساعد معانا على عملية التخمير. وعندي هنا 3 معالق من السكر، وعندي هنا كمان كيس من الخميرة الفورية. تمام. هننزل بهم مع بعض كده، قلبناهم ونركنهم على بعض لحين استخدامهم. عندي في بولة زي دي هسمي الله، وهنزل بكيلو من الدقيق. بسم الله. طبعا اي نوع دقيق انتوا بتفضليه، بس يفضل يكون يعني دقيق كله عرق. تمام. هنزل عليه بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، هنزل عليهم بنص معلقة كبيرة من الملح. هنقلب المكونات دي مع بعض. بسم الله. الإضافة اللي بعد كده عندي معلقة كبيرة من المحلب، وتقدري يعني المحلب اختياري، بس بيدي طعم حلو جدا للكماج. تمام. ومعاهم كمان 3 معالق من السمسم. بسم الله. طبعا يفضل ان هو يكون سمسم محمص. بعد كده عندي كوبايتين من اللبن الرايب. بسم الله. طبعا اللبن الرايب بيدي طعم جميل جدا للكماج. بس لو ما عندكيش لبن رايب تقدري تستعيني بكوبايه زبادي مع كوبايه لبن حليب. تمام. هنقلب المكونات دي مع بعض. بسم الله. طبعا هنلمها بس بالشكل ده. كده لمناها باللبن الرايب، هنزل بالخليط بتاع الخميره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخميره معانا دابت تماما وعملت فوم على الوش، كده معناه ان هي شغاله معاكي. تمام. بسم الله. هنلم العجينه. بعد كده هنزل ب3 معالق من القشطه البلدي، بيدي طعم جميل جدا برضو للكماج او البكاكين على حسب المنطقه. تمام. طبعا انا هنا لميت العجينه، هنزل بيها على الرخامه عشان اقدر اتحكم بيها بالعجن. بسم الله. تمام بالشكل ده. طبعا عجينه الكماج بتبقى طريه، ما بتبقاش ملسه، علشان ما تبقاش معاكي بعد التسويه تبقى ناشفه. تمام. خلي بالك من نقطه زي دي. ماشي. بعد كده هنزل بكوبايه من السمنه على الزيت. تمام. طبعا اي زيت او اي سمنه انت بتفضليها تقدري تضيفيها، بس بصراحه بيفضل السمنه البلدي. تمام. بتدي طعم وقوام حلو قوي للكماج. تمام. طبعا اول ما هتضيفي الماده الدهنيه، العجينه هتتفرفت معاكي زي ما انت شايفه بالشكل ده. بس طبعا اوعي تضيفي دقيق، لان هي مع العجن هترجع للملمس الاصلي بتاعها. طبعا بنعجن الكماج كويس قوي. شايفين ما شاء الله، بعد ما عجنتها حطيت عليها الماده الدهنيه اللي هو الزيت مع السمنه. شايفين ما شاء الله القوام عامل ازاي، تبقى عامله زي الملبن بالظبط، تبقى حلوه قوي. طبعا انا هعجنها حوالي ربع ساعه وارجع لكم تاني. شايفين ما شاء الله العجينه، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. جميله جدا، طريه قوي ومش بتلزق في الايد. هو ده القوام المطلوب. هحطها دلوقتي في البوله وهسيبها تتخمر حوالي من ساعه وساعه ونص، لان طبعا الجو برد. طبعا انا عندي هنا اللهم بارك العجينه خمرت. طبعا هعملها بالشكل ده، نضيع الخمر بتاعها. تمام. طبعا هي قعدت معايا في التخمير حوالي ساعه ونص، طبعا حسب تدفئه المكان عندك. تمام. تعالوا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده.
هنا هبدأ اقرص الكماج بتاعي بسم الله بالشكل ده. وطبعا هسيبه هحطه على صينيه، وطبعا هغطي الصينيه بستريتش راب او باي قماشه عشان ما ينشفش معانا. بيبقى الحجم بتاعها الحجم ده تمام. بسم الله. هخلص باقي الكميه وارجع لكم تاني. طبعا انا قرصت هنا كل كميه الكماج عندي بالحجم ده تمام. طبعا عمل معايا ده وعمل معايا اللهم بارك كمان ده. طبعا دلوقتي هفردهم يعني عندي صينيه زي دي كده. فردت عليها قماشه علشان اللي انا هبططه وهفرده هحطه على الصينيه، واحطه ما بين يعني ما بين كل واحده وواحده هحط اكياس نايلون، وهسيبهم يهدوا حوالي ربع ساعه وبعدين ادخلهم الفرن تمام. تعالوا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده. اول حاجه هنسمي الله، عندنا رشه من الدقيق انزل بها على السطح اللي انا هشتغل بيه تمام. وهبدا طبعا باول كوره انا كورتها تمام. بسم الله. طبعا ما شاء الله العجينه طريه جدا، يعني يا ريت ما تخليهاش قاسيه قوي معاكي، ما تبقاش جامده قوي يعني وانت بتعجنيها علشان ما تبقاش ناشفه معاكي بعد التسويه تمام. يعني تخلي فيها سن الطراوه تمام. طبعا بنعمله بالشكل ده. طبعا ما بنخليهوش لا رقيق قوي ولا تخين قوي تمام. يعني بيكون معانا بالشكل ده تمام. زي ما انتم شايفين كده هحطه على الصينيه بسم الله. وطبعا هنغطيه علشان ما ينشفش معانا. هعمل معاكم كمان واحده بسم الله. والله من اجمل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها لسحور رمضان. بيبقى خفيف جدا وجميل، وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه بتبقى عاليه تمام بالشكل ده. يعني ما بنرققش قوي وما بتبقاش تخينه قوي، بتبقى يا دوبك يعني على يعني حوالي بيبقى ارتفاعها حوالي 1 سنتي بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده تمام. هكمل باقي الكميه وارجع لكم تاني. طبعا انا هنا فردت كل الكميه معايا. دلوقتي بس هسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، يعني ال10 دقايق دول كنا انا حميت فيهم الفرن تمام عشان نسويهم مع بعض. طبعا انا هنا حميت الفرن على درجه حراره 200. انا هشتغل في فرن غاز تمام. طبعا لو الصاجه بتاعتك نظيفه زي دي كده هتحطي على طول الكماد بتاعك من غير اي صواني، لكن لو في مثلا هباب او حاجه مش نظيفه فيه تقدري تحطي صينيه وتخبزي فيها تمام. شايفين ما شاء الله بيقب معانا ازاي اللهم بارك. جميل جدا ما شاء الله، وريحته والله ما شاء الله مخليه ريحه البيت جميله جدا. شايفين يا جماعه ما شاء الله عامل ازاي في الفرن. والله بجد يعني من اجمل الطرق والوصفات اللي ممكن تعملي بيها الكماج الفلاحي. جميل جدا والله يا جماعه، رهيب ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طبعا هنا طلعت خلصت كميه الكماج. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بجد من اجمل الطرق اللي ممكن تعملي بيها. شايفين ما شاء الله التسويه عامله ازاي، بجد جميل قوي وريحته حلوه قوي بجد، يعني فعلا يستحق التجربه والله. بكده اكون وصلت مع حضراتكم لنهايه الفيديو. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم. السلام عليكم.